مساء الخير، انا نيفين علي، ودي قناتي طعم تاني. لو اول مرة تشوفوني اشتركوا وفعلوا زر الجرس على الكل، عشان في جمال وفي عظمة. وهنا هسكت قليلا كده للجمال اللي طالع قدامكم كده من الفرن. بجد بجد خطيرة وحلوة وعظمة في الشكل وفي الطعم وفي الريحة. كانت الريحة يعني فوق الوصف كده في المطبخ. الطريقة سهلة خالص وبسيطة، وخليكم معايا وهتشوفوا كل الطريقة بجمالها. انا هنا حبيت يعني اقطعها معاكم وهي طالعة كده من الفرن وهي سخنة. وحلاوتها ان هي تتاكل كده سخنة بقى في البرد كده، دلوقتي في الشتاء هتدفي وحلوة. وانا عملتها خفيفة يعني في طريقتها ومقاديرها وفي كل حاجة، فهتبقى حلوة قوي، هتدفي وفي نفس الوقت مش هتخنى ولا اي حاجة. طبعا انا محتارة يعني اقطعها منين، وعايزاها تبقى واضحة قوي، بس زي ما انتوا شايفين كده هي جوسي خالص. وطبقة الكريمة مع البطاطا يعني دايبين كده دوب حلوة قوي. انا من حلاوتها زي ما انتوا شايفين كده كل ما تدوق ابقى عايزة ادوق تاني، وهي سخنة وطالعة كده من الفرن يعني تهبل كده تجنن. حلوة قوي حلوة قوي بجد. انا عايزاكم كده تشوفوا الطريقة يعني كاملة وتعملوها زي ما انا عملتها، وان شاء الله تبقى يعني الوصفة اللي هتعتمدوها ان شاء الله على طول، يعني هتحبوها قوي. مع طريقة بقى اللي هي الشوي، احنا كلنا متعودين ناكل البطاطا مشوية، بس هنا برضو الطريقة هتبقى حلوة قوي. هنا بقى يعني بعد ما باتت في التلاجة كده او بره في المطبخ لان الجو برد، كانت بالشكل ده بتتقطع وحلوة برضو. بتحسوا كده اللي هي بترطب كده على قلبكم لو انتوا مثلا اكلتوا منها كده بالنهار بعد تنظيف او يعني طبخ كده في المطبخ. هتحسوا كده اللي هي حلوة كده، يعني سكرها كده حلو ومظبوط، وساقعة كده بترطب برضو على القلب، حلوة برضو. يعني هي في كلتا الحالتين يعني عظمة، يعني خطيرة. يلا بقى بينا كده هندخل بقى على الطريقة، وما تنسوش اللايك والشير لو الطريقة عجبتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. البطاطا هتشتروها وتغسلوها وتسيبوها تنشف كده من المية، وهتبتدوا بقى ايه تقشروها. إيه هتقشروها بالمقشرة او بالسكينة. حاولوا انكم يعني تقشروها كده ما تدخلوش يعني في البطاطا او من جوه، لان انا سمعت معلومة يعني في طبقة بتبقى رقيقة بين القشرة وبين المكون اللي جوه. وكمان في الاسماك يقولك في طبقة رقيقة كده شفافة كده في السمك البلطي، فبيقولك الطبقة ديت هي اللي بيبقى فيها الغذاء. فزي ما انتوا شايفين كده تلاقوا في طبقة لونها مبيض شوية، والقشرة يعني حاولوا تبقى كل ما ترققوا القشرة كل ما مش هتدخلوا في قلب البطاطا ولا تاخدوا منها حاجة. وتحاولوا تنضفوها كويس من القشر. وزي ما انتم شايفين كده تلاقوا البطاطا فيها لون بيبقى لون فاتح ابيض شوية كده واللون الاورنج. حاولوا بقى تخلوا التقشير على اللون اللي هو الابيض ده هو اللي يفضل فوق، ما تدخلوش جوه شوية. خلاص كده الحمد لله قشرنا كمية البطاطا اللي انا محتاجاها وهنقطعها. التقطيع زي ما انتوا شايفين كده يكون بسمك واحد عشان كله بقى يستوي زي بعضه. وطبيعي احنا هنهرسها او هتضربوها في الكبة تبع ما تحبوا. التقطيعة يعني قطعوها بقى على قطاعة بايديكوا تبع ما يريحكوا. طبعا انا السكينة بتاعتي كده يعني انا ما بحبش السكين تبقى حامية قوي عشان ما اعورش نفسي. آه هنا كده معلقتين سكر، كوباية لبن، ومعلقة سمنة. كوباية اللبن يعني يفضل هي تكون باردة، يعني لان انا حصل معايا كده الموقف اللي هي كانت سخنة ومع ان اللبن يعني كان طازة وكل حاجة، بس حسيت اللي هو إيه يعني عمل تكتل كده. فانا خدتها وضربتها في الكبة بعد ما بردت شوية. وعندنا اللبن. انا هنا بقى هعمل لكم تكة حلوة قوي هنحطها يعني كده في الطريقة بتاعتنا. هناخد القشطة اللي على وش اللبن بعد ما تدخلوه، يعني اللبن هتغلوه سيبوه يبرد ودخلوه التلاجة هيعمل وش. هتاخدوا انتوا القشطة بتاعته وهتسيبوها بقى كده في التلاجة. وهنبتدي كده نعمل الكريمة بتاعتنا. هناخد مجين او كوبايتين من اللبن، وهنضيف لكل كوباية لبن معلقة نشا كبيرة. وكمان في حاجة حلوة اوي هتخليها برضو كريمة وحلوة اللي هو الكريم شانتيه. لو عندك كريم شانتيه ضيفي معلقتين او 4 ومعلقتين سكر، وهتدوبي بقى الخليط كله كده مع بعض.
وبعدين يعني يعتبر الكريمة يعني زي المهلبية بس بطريقة كده جوسي، بتبقى حلوة كده خفيفة. انا بحبها قوي اللي هي الطريقة اللي هي الخفيفة كده. هتاخدوها بعد ما تدوبتوهم كده على البارد بره، هتروحوا كده على النار وهتقلبوا فيهم لحد ما القوام يتقل معاكم. اول ما تلاقوا القوام يتقل معاكم كده بقى على النار، هتطفوا بقى عليها وخلاص. وهنعمل حاجة تانية هتديلها طعم ونكهة حلوة. هنضيف لها لو عندك في البيت سمنة او زبدة، معلقة سمنة كبيرة او معلقة زبدة كبيرة، وكمان معلقة صغيرة من الفانيليا. وبس كده نبقى عملنا احلى كريمة هتتضاف على الوش بتاع البطاطا بتاعتنا. معلقة صغيرة، واحنا طبيعي كنا طفينا والسمنة هتسيح في الكريمة بتاعتنا لان هي سخنة. هناخد الصينية بتاعتنا، وانا بحب اعتمد يعني في الاكل اللي هي الصواني اللي هي الزجاجية ديت، لان بتبقى صحية قوي، حتى لو الاكل بات فيها بتبقى صحية وحلوة. بس اهم حاجة لازم وهي سخنة تطلعوها على حاجة ناشفة، يعني ده اللي بيخليكوا يعني بيحافظ عليها انكوا تطلعوها يعني وهي سخنة على حاجة ناشفة. اما لو هي باردة عادي مفيش مشكلة بقى. البطاطا بتاعتنا هنا بعد ما انا ضربناها في الكبة، او ممكن تهرسوها بالهراسة اللي هي بتاعة البطاطس، او بالشوكة تبع ما تحبوا يعني. بس انا بقول لكم على السبب اللي انا خلاني ضربتها في الكبة كمان، انها اللبن لما كان سخن يعني عمل تكتلات كده. ممكن اللبن بس كان اللبن مفروض طازة. فيعني احلى حاجة تضيفوا اللبن وهو بارد احسن على البطاطا، وودوها على النار متوسطة وتسيبوها لما تستوي خالص، وبعد كده تهرسوها. تدهنوا الصينية، او ممكن برضو ممكن لو مش حابين تدهنوها سمنة وتقللوا في المواد اللي هي الدهنية قوي، بلاش تدهنوها سمنة من تحت عادي مفيش مشكلة. وممكن يعني الصينية مش يعني صينية البطاطا، لو انتوا حابين اللي هي تكون اكلة خفيفة برضو ودايت، قللوا المادة الدهنية او ممكن تمنعوها. وكمان ممكن يعني حاجة تانية، تقللوا السكر برضو. السكر ضيفه يعني سكر اقل من كده كمان. انا السكر هنا انا ضفته يعني دوبك عاطلها يعني الطعم الماشي يعني مع طعم البطاطا في طبيعتها، لان احنا ضفنا لبن فوازنا بس كده الطعم. زي ما انتوا شايفين كده الكريمة سايحة كده عليها، وطعمها كان خطير قوي. انا حبيت الكريمة قوي. يلا هنستنى بس لسه في حاجة كده بس في الاخر. القشطة بتاعتنا، القشطة بقى اللي هنحطها كده على الوش فوق، احلى من اي حاجة تتحط على الوش، احلى من السكر البودرة واحلى من السمنة ومن الزبدة. القشطة بقى ريحتها كانت، عارفين بقى الرز المعمر لما يبقى الوش بتاعه كده من فوق احمر وحلو، اهو ده بقى اللي حصل هنا مع صينية البطاطا بتاعتنا. اللي طبعا انا كنت حابة قوي اوريكم كده التفاعل كده في الفرن. الفرن بتشغلوه من تحت ومن فوق، لو هو ينفع يشغل من تحت ومن فوق على درجة حرارة 180. لو ما ينفعش غير من تحت بس، فشغلي من تحت ربع ساعة وبعدين افتحي الشواية من فوق حمريها. بس لازم تكوني واقفة جنبها، لان الحاجات ديت ما فيهاش هزار يا جماعة، لازم تبقوا جنبها عشان الوصفة ما تبوظش. وسلام عليكم.